هو ايه اللي عاطل معاك يا استاذه؟ والله يا اسطى الازازه مش بيطلع للاخر. طب حاولي كده ارفع اشوف. حاضر يا اسطى. استني واقفه يا استاذه. انا مش عارفه ايه الصوت ده. انت سامعه الزنه؟ ايوه سامعاها. بقول لك ايه، ده هياخد وقت معايا عشان باين عليه مكسور من جوه. مكسور من جوه؟ طب وده ياخد فلوس كتير؟ والله مش عارف يا استاذه، خليه ولما الاسطى احمد يجي هشوف حسابه كام. طب والنبي يا ريت تصلحه واوعى تنفض. لا ما تقلقيش، انا مش بنفض، انت عارفان انا اسلام اسطى دايما على الدغري. اكيد طبعا، ربنا يخليك يا رب. طيب سيبي لي العربيه وكمان ساعتين وتعالي. عيني حاضر. اتفضل يا باشا، المفتاح جواها؟ ايوه كل حاجه موجوده جوه. تمام ساعه واجيلي. ماشي يا استاذ، بعد اذنك. اتفضلي. يا رب يصلحها قبل ما اروح المؤتمر بتاعي يا رب. ماشي يا احمد. يا احمد ايه عملت ايه؟ عملت لك مصلحه حلوه. ايه هي؟ بنت مش عارفه اي حاجه. يا ابن اللعيبه برضه عملت اللي في دماغك. المهم شوف لي جماله. ماله ايه؟ مش بيرفع لاخره. ارفع. ايوه ايدي اخره. ايوه بس لا استنى، شكله انت شغال يا احمد، ما فيهوش حاجه. ثانية واحدة. ده شكله الزرار بيعلق منيه ومش فاهمي. ما فيهوش حاجه صح؟ المهم بقول لك ايه، اتقل عليها بس. هي هتاخد شوية نظافة وخلصت. طب اقول لها كام؟ انت عايز منها كام؟ انا عايز منها مثلا عشان بكره العيد، قول حركه 3000. هقول لها غيرت قول لها لها هي غيرت لك مكانة الجزاز. كانت الجزاز. ماشي. المهم ليه وليه ومش ليه؟ قول لها يا استاذة تغيري مكنة جزاز ب 3000 ولا حد يروح مادد ايده ويفتح الكونتاك وياخد العربية. الله ينور عليك. شغل دماغك. المهم الأهم اي حاجه اصليه في العربيه شيلها، يلا. افتح لك كبوت. ها اي حاجه اصليه في العربيه شيلها. ها جرب الجزاز بس. افتح يلا. افتح. انا عليك يا جرح. ايوه كده 100. انا خلصت كل حاجه، اهم حاجه انت خدت كل حاجه اصليه في العربيه. خدت يا اسلام كل حاجه، بس انا مش عارف هتفضل كده لحد امتى. انا خايف يا عم، لو الزبون عرف حاجه زي كده احنا اكل عيشنا باظ. يا عم الزبائن هطلع مش بتفهم، يعني احنا هناخده ايه يا احمد؟ يا عم الناس بقت مفتحه اليومين دول، الناس مش زي زمان، الزبون دلوقتي بقى عارف هتركب له ايه وبكام، بيسال قبل ما بيجي لك. واللي بيجي الزبون انا بكشفه الاول بعدين بقول لك شيل، مش باخد من اي حد وخلاص، وانت عارف بكده، ولينا اسبوع مش بناخد. فالزين جت البت دي عشان خدنا منيها، بس هقول لك ايه، العربيه دي اسد. ماشي يا استاذ اسلام. طيب ماشي. في عربيه كده جايه لك شويه كده لغيني بقى. اشتغل فيها انت، انا ماليش نفس للشغل، هوصل بس اجيب حاجه من بره وجاي. في عربيه جت لي. طب ما تتاخرش. ماشي يلا. السلام عليكم. وقف يا استاذه، انت سامع الصوت؟ سامعاه. انزلي لي. اتكلم معاها على كام دي؟ ده شكلها معاها فلوس، لابسه ساعه، كاوتشي نظيف، ده معاها. هي يا استاذ العربيه فيها ايه؟ بص العربيه دي شكلك انت لعبت فيها وبوظتيها بزياده، يعني الجزاز مكسر من جوه، متفتفت كده. ايه هو يا دوبك بس الزرار كان بيعلق. كان بيعلق. ما انت حاولتي تلعبي فيه صح؟ ايوه. ما انا بقول كده برضو. ما هو الطبيعي يا استاذ لما يعلق الطبيعي انك انت تطلعه وتنزله. ما ينفعش يا استاذه، انت مش صناعيه وتروح تلعبي فيه. المهم هتسيبي لي العربيه يوم او 3 وانا اصلح لك الجزاز كله. نعم. في ايه؟ اللي يوم ولا 2 ولا 3. طب خلاص سيبوها لي يوم وانا هصلح لك كل حاجه. على فكره انا اخويا كهربائي سيارات وميكانيكي. اما ليه برن عليه ما بيردش. ماشي. طب بقول لك ايه، العربيه دي انت غيرتي فيها حاجه ولا هي كل الحاجه الاصليه بتاعتها؟ لا دي حاجتها الاصليه دي. حاجتها الاصليه بس على النبي الله اكبر. خلاص سيبها لي 4 ساعات وانا ما فيهاش اخلصها ولا لك. حاجه متغيره اصلا. طب ماشي يا استاذ، سيبي لي العربيه بتاعتك 4 ساعات وانا اخلص لك كل حاجه. طب وانت هتركب سنتر اصلي؟ عيب عليكي، ده انا اسلام الجزاز. انا ما بسيبش عربيتي عند حد. انت مش ضامناني يا استاذ ولا ايه؟ انا بس بقول لك، بس انت وضميرك. ماشي يا استاذ. نص ساعه واجي اخدها ولا ايه؟ لا ساعتين يا استاذ. ساعتين ازاي بس؟ ده سنتر. ساعتين خلينا نقضي المصلحه. ماشي يا استاذه، ساعه ونص. هسيبك عشان العربيات اللي جت دي. المفتاح قاعد؟ المفتاح جوه. اركن هنا يا اسطى. يا احمد. اسلام ايه
اسلام سيب اللي في ايدك وكلمني. عاوز ايه؟ انت العربيه دي انت اللي شغال فيها؟ ايوه اشتغلت فيها يا رجل، شلت لك كل حاجه الاصليه اللي فيه، شلت لك السير يا احمد اصلي، حطيت لك مكانه صيني، هنبيعوه ب 400 جنيه. تبيع ايه؟ الحاجه بتاعت العربيه دي لازم تترجع مكانها. انت بتقول ايه؟ ارجع ايه؟ زي ما بقول لك كده، الحاجه دي لازم ترجع مكانها. انا تعبت فيها وبعدين ارجعها، ونحن من متى بنرجع يا جدع؟ يا ريتني يا اخي ما كملت في السكه دي. انت مش عارف العربيه دي تبقى بتاعت مين؟ تحت مين يعني؟ تبقى بتاعت اختي. تحت مين؟ السلام عليكم. ايه يا وعليكم احمد انت السلام. ما قلتليش انك انت شغال هنا؟ عملت ايه في العربيه يا استاذ؟ ايوه ظبطتها لك هي خالص. دي اختك؟ برن عليك من الصبح وما بتردش. ما هو التليفون بتاعي كنت بصلي في طب عرض. تمام بالمره كده، هي تعرف كل حاجه. تعرف حاجه فيها اسلام؟ عملتوا العربيه؟ عملت لك العربيه وشلت لك كل حاجه اصليه، حتى فتشي في العربيه كده ما خلاص بقى، هتلاقي أنا السير اطمنت، بتاعك شوية متشال، وهتلاقي الكراسي بتاعتك من تحت متشاله، كل حاجه اصليه بالصلاه على النبي. بتقوله ده انا ما شلتش حاجه، اخوكي اللي شال، أحمد، يعني إيه ايده في بتقوله ده يا ايدي. أحمد؟ يعني انت قصدك ايه؟ قصدك تطلعني قدام اختي؟ لا قصدي يعني مثلا انت بتشيل في العربيات الناس كلها من ليك 3 سنين، دلوقتي لما جت عربيه اختك لقلبك اللي حن ما كما صلي على تدين النبي، تدان يا صلي اخي. على النبي، احنا ابونا ربنا ما ناكلش عليه الحرام. الصلاة والسلام، بس اخوك ده برضه شغال معايا من سنتين في عنده الحرام، وهو اللي علمني، أحمد. هو اللي علمني الحرام وقال لي تعمل احمد ازاي. قول لا. يقول لا على ايه؟ كل كلمة هو قالها ضرب حد. شوف ابوك لما يحب الخدامي شوف هيحصل ايه. انا خلصت الفيلا كلها يا استاذ اسلام، تأمرني بحاجه تاني؟ لا تسلم يا سهير، اتفضل. الله يخليك، بعد اذنك يا استاذ اسلام. ماشي اتفضل. في حاجة يابا؟ بقول لك يا ولدي، اتفضل. والله انا معايا قرشين محيريني، بدل ركنيتهم وفوائد والكلام الفاضي ده هجيب لك بيهم عربيه. جيب لي بيهم عربية؟ ده انت اول مرة تنضجها. ما في مقابل يا ولدي. وايه المقابل؟ الصراحه انا عايز اتجوز البت سهير اللي شغاله عندنا في الفيلا. عاوز ايه؟ عادي يا ولدي. قول لي تاني انا ما سمعتش، عاوز ايه؟ اتجوز البت اللي شغاله عندنا في الفيلا. انت عايز تتجوز البنت اللي شغالة عندنا؟ ايوه يا ولدي. انت طب عارف يابا بتقول ايه؟ وفيها ايه يعني يا ولدي؟ طب عايز تتجوزها ليه يابا؟ سنة الحياة. وبعدين انت مفكر ابوك كبير ياك؟ لا ده انا لسه قاعد بصحتي، انا بس لولا ما اعرفش اجيب الحاجات دي اللي هتجيبوها اعجبك. بقول لك ايه، ده كد بنتك، اهدى يابا. امال يا ولد هجيب له واحدة عندها 60 راح سنة. مشوار انا ها؟ انا عارف هجيب البيت ده كيف. ازيك يا سهير؟ معلش يا حاج انا اتاخرت النهارده، بس مسافه 10 دقايق اكون مخلصه كل حاجه. هو حضرتك اللي لبست يعني اول مره اشوف حضرتك يعني لابس كده في عادي يا بنتي، يعني كل الناس بتلبس، جات علي رحت طالع على بول اند بير، رحت كارت 3 باكو هناك ما شاء الله واشتريت جراب للتليفون. لا ذوق حضرتك حلو قوي ما شاء الله، الله اكبر. دي اسمه بامب. انت تفهميش انجليزي عشان خاطر انا مثقف. لا ده انا على قد حالي زي ما انت ما شايف. ما انت جلابيتك دي نواش تغيريه، تاخدي لك 500 جنيه تروحي تجيبي لك. عادي يا حاج، لو انت عايز 30. تديني بديني يعني هات 500 ألف اروح اجيب، ده انت شايف مبهدله طب خالص. ايه رايك نطلع انا وانتي؟ نطلعوا ايه يعني؟ مش فاهمه حاجه. ما هجيب لك ايس كريم. لا طب هقول لك على حاجه يا حاج، مش عارف انا. هسألك سؤال. قولي. هو حضرتك حقيقي اصل اسلام يعني قال ان انت معاك فلوس يعني وكده، انا مش طمعانه، ده انا بس بسأل. ده معايا فلوس على قلبي قد كده والله. عارفه السيراميك دي لو جه حد بتاع بلاط يكسره هيطلع من تحتيه فلوس. ما شاء الله عليه. انا قلت انت يا بنتي خلتيني لبست ليه كده وهتقولي مش عارف في ناس مهمه جايه عايزه تشوفني ومش عارف انت وانت ايه اللي عامله في نفسك اعمل لك شاي يا استاذ اسلام؟ دقيقه سيبك من استاذ اسكت اسلام انت. ده ايه اللي عامله هيبهدل في نفسك بكرامه ده؟ الارض. ايوه يا ولد. ايه اللي عامله في نفسك ده؟ طب هو انت لما لبست انا جيت سالتك قلت لك وانت ايه لسه حاطط الموضوع في دماغك؟ يا ولدي ما انا جبت تليفون جديد. ايه ده كاوتش كمان وبنطلون؟ ما عارف شاء الله الكاوتش ابوك دي؟ في مثقف. ناس مستنياك بره وروح شوفهم عاوزين الكاوتش ايه. ده جايبه من توكيل اديداس. شوف الناس اللي بره عاوزه منك ايه، وغير هدومك وتشيل دي ايه دي؟ ده اوعى والله انت يابا. طب شوف الناس يابا روح. عيل ما تفهمش في الرومانسيه طول حياتك، عامل زي امك فجري الله يرحمها. الحادثه اللي عملتها دخل فيها واحد بموتوسيكل ومسكت فيه وعملت جنازه بلا ميت، بندر اروح شوفهم عاوزين وكل ايه. دي عشان قطع لها كيس العدس. عندك دم انت امك. يا رب يا
رب انا مش عارف ربنا كلمنا بابويا زي كده، عنده كلب ابيض. دقيقة يا أستاذ ما تعمل لي إسلام. كوباية كابتشينو. هتعمل لك يابا، بس روح شوف الناس، روح شوف الناس. والله انت مالي غير المش. الناس عاوزاك بره. ناس. بقول لك أستاذ ايه، إسلام، اوعى اتفضل. تاكلي دماغك بابويا، لا هاكل دماغي بابوك ليه يعني؟ لا. اوعى تفكري انك دقيقة اعملي لي فولو على الانستا يا بنتي. ما عندي انستجرام اهي. اتفضل يا حاج. كمان انستا. قولي لي يا حمودي. مودي مش هقول لك زي امك فجري. تعال تعال. ايه يا اسلام رنيت عليا في ايه؟ بقول لك ايه، ابويا اليومين دول مش مرتاح له. ليه بقى ماله؟ شايفه البنت اللي شغاله عندنا؟ مالها؟ باصص عليها وعاوز يتجوزها، وانا اللي خايف منه ممكن صح يفعل ويتجوزها، والبنت تاكل بدماغه كده وتاخد الورث. هو كبر واتجنن ولا ايه؟ مش عارف. بقول لك ايه، ها؟ الحل الوحيد انا جايبك عشانه، طفشي لي البت دي طريقتك من غير ما ابويا يحس، عشان ابويا لو عارف ان انا طفشتها مش هيسيبني في حالي. سيبها لي، ماشي. مش هخليها ولا يوم هنا في الفيلا. يا ريت بس رش فيها. ماشي. جبت لك حته 954 ريس هوندا ياباني. الله اكبر عليك. انا بقول لك ايه يا حاج، قولي. شايف الورده محتفظه بيها لحد دلوقتي. هو الواد اسلام ولد دي لو يعمل زي ابوه، لكن هو غشيم. عبيط. جاب لقى العربيه لانسر راح قال يخطب، طب هم رفضوه. يا سبحانه. لا بص، انا هوافق بس تمديني هنا، اصل انا عشان اتجوزك يعني وكده. الراجل اللي اجرها لي ادهاني من غير حمال. يلا يا حاج. ابصم لي هنا بس. هني. طب هنطلع نتفسح وماتي. بعد ما تمضي على طول هنروح على احلى كافيه، ده انا كمان هجيب جلابيه وكده. طب قولي لي كلمه زين. يا عم حمود. شكلي حلو. امضي ابصم هنا بس دقيقه عشان الختم. شفت الصودا اللي طلع دي؟ لسه جايب جهاز بلاي ستيشن دلوقتي. تمضي يابا.